مسخرة، يعني مهما قلت مش هعرف اقول يعني حاجة بجد. لا بقى أنا سعيدة جدا أول مرة أزور دمنهور، وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة. بجد أنا اتفاجئت بأن البلد جميلة جدا من أول ما دخلت دمنهور، وحسيت إنها مش جميلة وبس، مريحة. البلد هادية مريحة أكيد زي أهلها. سعيدة جدا بالتطور، واتفاجئت. كنت بسمع عن الأوبرا، ما كنتش يعني متخيلة. كنت بسمع عن المكتبة. النهارده شايفة حاجة روعة يعني بجد. يعني سيادة اللواء ما شاء الله يعني بيحب فعلا بلده، ناس كتير، وبيناقش فعلا مشكلة اجتماعية موجودة في كل بيوتنا بشكل عام، وهي علاقة محمد بمرات ابنها. وأعتقد مفيش بيت في مصر ولا في الوطن العربي ما فيهوش المشكلة دي. الحمد لله نجحت. كنت فخورة قوي لما كنت بقابل أزواج في الشارع يقولوا لي مدام سمية شكرا، أنا مراتي بدأت تتأثر بيكي وتقلدك وتعامل أمي بشكل كويس. فساعتها حسيت بفخر إنه إحنا قدوة، إحنا بقينا قدوة بيقلدونا. فضروري يبقى في إحساس بالمسؤولية، وضروري يبقى في نكون قد الثقة اللي الناس الثقة فينا، ونكون قد المسؤولية، ونختار أعمال تهمهم بجد تعبر عنهم، وتكون يعني بتمثل يعني مش عارفة أقول أعبر إزاي، بس مهم جدا إن إحنا نناقش عاداتنا وتقاليدنا. مهم جدا إن إحنا نعلم ونكون قدوة للناس عشان يقلدونا في الحاجات اللي تفيدهم في حياتهم، مش في السلبيات. مش فاكرة بيت السؤال. ايه الاعمال اللي تفكروا فيها والاعمال اللي تتمني ما كنتش عملتيها؟ والله الحمد لله، يعني انا مش من الناس اللي بيقولوا انا يا ريتني ما عملت ده، لانه ما بحبش اقول يا ريتني. دايما لو عملت حاجه يعني ما كانتش من المستوى قوي او من المتوقع، بقول لا، لازم اللي جاي يبقى احسن، وضروري اخد بالي. فده بيديني دفعه ان اللي جاي اكون منتبهه اكتر. بس ما بعرفش كلمه ندم او انه يا ريتني ما عملتش ده. بحاول اكون حريصه زي ما قلت في اختياراتي، لكن المشكله انه الورق هو اللي بيحكمني. فقد ما بقدر بختار احسن مش لازم احسن برضه في سؤال بيقول لك ايه الدور اللي تتمني انك تمثليه؟ مش دور معين اتمنى امثله، لكن اتمنى امثل حاله، يعني الحالات موضوع يكون في حاجه تفيد الناس، حاجه مهمه للناس، حاجه يتاثروا بيها الناس، فيسيب اثر ايجابي. لكن شخصيه معينه اتمنى اعمل هدى شعراوي، شخصيه هدى شعراوي.